ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. معانا النهاردة خبر حصري عن ميعاد عرض مسلسل الزوجة الرابعة بس الجزء التاني. ويا ترى حجوجة خلص كده ولا لأ؟ ورسائل المتابعين فين حجوجة يا مستر أحمد؟ كمان هنعرف حقيقة الخناقة اللي حصلت ما بين برنسو وندى مراته ومين السبب، هتتفاجئوا. ومعانا أخبار جديدة وحصرية عن عيلة الجمل. كمان هنشوف ليه أمنية القوة كانت مصدومة جدا النهاردة، وهجوم الفانز والمتابعين على غزل، وآية أحلى شتمت مين وقالت لها يا باردة. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ نحب نقول لكل الفانز كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ بالخبر السعيد في عيلة الجمل، وهو الحاج معاذ زيان، وبيكون أخو الحاجة هند. نحب نقول له مبروك على حنة بنته الكبيرة هند، كانت امبارح، وبجد يا جماعة ما شاء الله زي القمر هي وعرسها. إن شاء الله فرحها هيكون يوم 1/10. نحب نقول لها مليون مبروك وربنا يتمم لك على خير. عاوزين كل فانز برنس مصر يقولوا لهنودة مليون مبروك. ودلوقتي تعالوا نروح لأمنية القوة، وليه كانت مصدومة قوي النهاردة. والحقيقة هي ان آية أحلى وندى حمو لفتوا نظر أمنية القوة على حاجة بتعملها غلط، بس منه كانت مصدومة جدا من اللي قالوه، وقالت انها مش مصدقاهم وكمان مش هتقول لباباها. يا ترى ايه هو الموضوع أمنية اللي هتقول لنا؟ ايوه ونبي على الموضوع هو غلط. انا مش مصدقه، انا مش هقول الموضوع. ودلوقتي تعالوا نروح لحجوجة والزوجة الرابعة، وليه وقف عرض المسلسل مستر أحمد. الحقيقة احنا وكل الفانز كنا متحمسين جدا للحلقة الثامنة من الزوجة الرابعة مع حجوجة، لكن اتفاجئنا مع كل الفانز ان مستر احمد ما كملش الجزء الثامن من الزوجة الرابعة، مع انه بعد الجزء السابع كتب التعليق ده لكل الفانز. وده معناه ان مستر احمد كان هيكمل عرض حلقات المسلسل، لكن بعدها بكام ساعة مستر احمد شارك منشور تاني. اللي يا ترى في جزء تاني من حجوجة ولا لا؟ كده يا جماعة نحب نقول لكم اننا عرفنا ان الجزء الاول خلاص خلص، والسؤال هنا هيكون في جزء تاني من حجوجة الزوجة الرابعة ولا لأ؟ تعالوا الأول نروح نفكركم سريعا بالحلقة الأخيرة من الجزء الأول، وهي ضغط غزل على العيلة كلها عشان سلمى ترجع، ورجوعها كمان للحج من تاني، وضرب جلجل اللي موتنا من الضحك مع حجوجة وخلاص بقت زي مراتاته التلاتة، واخيرا فرحة العيلة كلها انها رجعت كاملة من تاني. وده خلى الفانز والمتابعين متحمسين جدا يشوفوا الحلقة الثامنة والاحداث اللي هتحصل فيها. واكيد مستر احمد وصل له حماس المتابعين ده، وقد ايه مسلسل الزوجة الرابعة نجح جدا ما شاء الله. نحب نقول لمستر احمد مليون مبروك، وبنطلب منه الجزء التاني في اسرع وقت، لان كل الفانز متحمس جدا يعرف باقي المسلسل. وهنقول لكم ليه المسلسل مخلصش على كده وهيكون ليه جزء تاني، لان جلجل لسه حامل في الشهر الاول ومش عارفين البيبي هيكون ولد ولا بنت، وكمان لسه ما شفناش الحاجة هند ولا الاسطورة محمود الجمل. واستنونا في كواليس حجوجة والزوجة الرابعة الجزء التاني، وده هيكون قريبا جدا. وعاوزين كل الفانز يقولوا لمستر احمد في الكومنتات يا ريت الجزء التاني بسرعة من حجوجة، لانه بصراحة يا جماعة وحشنا جدا هو وجلجل ومراتاته التلاتة، وخصوصا آية أحلى، لان ردود فعلها كانت بتضحكنا جدا، وهيكون دورها فيه مفاجآت كتير مع حجوجة الجزء التاني. حوزة مهمة، ميعاد عرض الجزء التاني لسه هيقرروا مستر احمد، لان اليوم كان بيمثل في فيلم احمد الجن، ده مثله بلون شعره الجديد، يعني معناه انه وقف تصوير في حجوجة مؤقتا لانه لسه بيجهز للجزء التاني. بعد ما عرفنا كل حاجة عن حجوجة الجزء التاني، تعالوا نروح لكليب فيروز الجديد وهو عودة الدراسة. والحقيقة الكليب كان حلو جدا وكله حيوية وخفة دم فيروز ومستر أحمد. كمان صوت روزا ما شاء الله جميل قوي. اكيد جت تعليقات كتير حلوة على الكليب، لكن في ردود فعل مش حلوة خالص.
زي صوتك وحش يا فيروز وحياة صوتها احلى منك، ونحب نقول لهم يا جماعة الاتنين اخوات وصوتهم حلوة قوي. نسيت الدراسة نسيت الأجازة بابا خد مني الأيلاش وجاب لي الكراسة. ودلوقتي تعالوا نروح لخناقة ندى حمو وبرنسو على البحر. والحقيقة عيلة برنس مصر وآية أحلى ومعاهم أمنية القوة وفيروز راحوا البحر اللي قريب منهم، يعني يا جماعة اللي في معمورة الشاطئ، وكان عندهم تصوير بسيط في اليوم ده، وبعد كده راحوا يقضوا باقي اليوم على البحر. اخر اليوم امنية القوة كانت بترخم على ندى حمو وتشيل الكاب من على راسها. ندى قالت لآية انا هضربها، واشتكت كمان لمحمد وقال لها امنية القوة تعمل اللي هي عاوزاه، ودي شرارة اللي استفزت ندى حمو وقالت له انا هضربك انت واختك. راح البرنس مسك دراعها ولواه، وطبعا كان في ايدها صالح اديته على طول للبيبي سيتر عشان تعرف تتخانق معاه كويس. جد برنس موتنا من الضحك. اهم حاجه يا ندى ما تمسكيش التيشيرت. خناقه في البحر. يا نهار ابيض خناقه يا نهار ابيض. تعالي عايزه ايه؟ لا تيشيرت بس والله تيشيرت. طبعا يا جماعه هما كانوا بيهزروا، بس كوكي يا عيني اتخضت جدا على ندى، كانت فاكره برنسو بيضربها بجد. ومعانا دلوقتي خبر سريع بس للاسف حزين، وهو عن ندى حمو. والحقيقه جدتها بتكون مريضه جدا، وبيطلبوا من كل المتابعين انهم يدعوا لها ربنا يشفيها، ربنا يشفيها ويعفو عنها. يا ريت كلنا ندعي لها بالشفاء العاجل. وملحوظة كمان سريعة عن سوكا ورسالة بنوتة ليها من الفانز، يا ريت تغيري اسلوبك في الافلام، وماما كانت مش عايزاني اتفرج بسببك. سوكا ردت رد قاطع وقالت حابة اطمنك ان انا عمري ما هرجع. ودلوقتي تعالوا نعرف آية شتمت مين وقالت لها يا باردة. والحقيقة أمنية القوة قعدت على كرسي آية أحلى، عشان كده آية شتمتها بهزار وقالت لها يا باردة سيبي الكرسي بتاعي. كان هزار يا جماعة، هم اخوات وبيحبوا بعض جدا. ودلوقتي واخيرا هنتكلم عن الهجوم الغريب اللي حصل على سندريلا غزل وآية أحلى والمايو ضيق جدا. والحقيقة حصل هجوم من متابعة قالت لآية حرام عليكي مايو غزل مفصل عليها وضيق جدا وكمان مش حلو. نحب نقول لها بلاش تهاجمي طفلة، لو شافت تعليقك اكيد غزل هتزعل، هي طفلة والمايو شكله عادي جدا عليها، ومش هينفع نعقد الأطفال أكتر من كده. وانتوا يا أجمل فانز شاركونا برأيكم في الهجوم ده، ونحب نقول للآية أحلى وغزل ما يزعلوش منها. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر اسم حجوجة في الدقيقة الكام معانا؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال، كملوا معانا عشان أسامي أحلى فانز برنس مصر. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.